السلام عليكم حبايبي طلاب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده جاي لكم بمراجعة قوية جدا جدا جدا. لو انت ما بدأتش حاجة في المنهج، لو انت في دروس واقعة منك، حاجة ما ذاكرتهاش، ان شاء الله النهارده هنلم لك كل الجزئيات اللي في منهج الكيمياء. طب يا مستر، المراجعة دي شرح ولا حل؟ لا يا صديقي، المراجعة دي شرح وحل. هنشرح وهنراجع أهم التفاصيل المهمة، وكمان هنحل نماذج الأسئلة بتاعت كتاب الامتحان. طيب، تعال نشوف كده الأسئلة اللي معانا النهاردة بتتكلم عن إيه. السؤال الأول بيقول: مصطلح الإلكترون لم يكن معروفا وقت تأسيس نموذج مين؟ يعني إيه؟ يعني بيقول لك مين العالم اللي ما كانش في الوقت بتاعه لسه نعرف إيه هو الإلكترون. طيب، مبدئيا بور ورذرفورد وتومسون وبور المعدل. بور المعدل اللي هو النظريه الحديثه. طيب، هنا هتقول الاجابه تومسون. ليه يا مستر تومسون؟ لان يا صديقي تومسون هو اللي اكتشف الالكترون. يبقى مين اللي اكتشف الالكترون؟ تومسون. حتى بيطلقوا على تومسون ده ابو الالكترون. ابو الايه؟ الالكترون. طيب، بيقول لي: اتفق العالمان تومسون ورذرفورد على ان. تعالى كده نركز مع بعض، هقول لك شويه معلومات مهمه هنا بالنسبه للعلماء. لو جينا قارنا ما بين تومسون ورذرفورد، ورذر ايه؟ فورد. وانا كمان هحط لك من عندي جزئيه خاصه ببور. فيما اتفق الثلاث علماء دول بالنسبه لتومسون، بالنسبه لرذرفورد، بالنسبه لبور، اتفقوا في ايه؟ مبدئيا الناس دي حصل ما بينهم اتفاق على ان الذره متعادله. يبقى الراجل المحترم اللي هو تومسون قال ان الذره متعادله، وكمان رذرفورد قال ان الذره متعادله، وكمان بور قال ان الذره متعادله. يبقى الاتفاق هنا على ان الذره ايه؟ متعادله. طيب، بالنسبه بقى لاوجه الاختلاف ما بينهم هما الاثنين، ادي وجه الاختلاف. الاختلاف كان في ايه؟ الاختلاف تومسون قال ان الذره مصمطه. يعني ايه يا مستر مصمطه؟ قال ان هي مليانه من جوه، مليانه جسيمات مش فاضيه، يعني كره كده ومليانه من جوه، جواها شحنات موجبه وشحنات ايه؟ سالبه. انما رذرفورد لا، رذرفورد قال ان الذره معظمها فراغ. يبقى رذرفورد قال ان الذره معظمها فراغ، رذرفورد قال ان الذره معظمها ايه؟ فراغ. يبقى اذا لو احنا رجعنا للسؤال بتاعنا، اتفق العالمان تومسون ورذرفورد على ان. قالوا ايه؟ تومسون ورذرفورد الاثنين اتفقوا ان الذره متعادله كهربائيا. طيب، سؤال 3: دراسة الطيف الخطي. اما درسنا الطيف الخطي اللي هي فكرة ايه يا مستر الطيف الخطي؟ ان احنا نجيب العناصر في الحالة الغازية أو البخارية ونسخنها. هنجيب عنصر كده أهو مثلا ونعمل له عملية تسخين أهو، نسخن العنصر أهو. هنلاحظ عند توقف التسخين خروج أطياف أو ألوان اللي هي الطيف الخطي. طيب، من خلال الطيف الخطي ده بقى عرفنا إيه؟ طبعا إحنا ما عرفناش نظائر العناصر ولا تركيب النواه، ما عرفناش تركيب النواه من الفكره دي، ولا عرفنا عدد النيترونات. امال عرفنا ايه؟ مستويات الطاقه الرئيسيه. حتى ساعتها بور فسر الطيف الخطي لذره الهيدروجين وقال لي يا مستر ان الذره اثقل ذره عندها 7 مستويات طاقه. يبقى اذا دراسه الطيف الخطي عرفتنا ايه؟ عرفتنا مستويات الطاقه في ذره العنصر. سؤال 4 بيقول لي: العالم الذي حطم اعتقاد بور بوجود مناطق في الذرة محرمة على الإلكترونات هو. يعني بيقول لي مين اللي قال يا أستاذ بور مفيش حاجة اسمها مناطق محرمة؟ تعال نشوف مع بعض. المقارنة هنا هتبقى ما بين بور وما بين شرودنجر. بور كان بيقول ايه؟ تعال اقول لك يا صديقي. بيقول لي ان دي نواه، ودي مثلا مستويات الطاقة زي كي زي ال زي ام. المناطق اللي ممكن يبقى موجود فيها الالكترون هي مستويات الطاقة فقط.
طب والمناطق ما بينهم؟ قال لي لا، مدارات هي دي الاماكن اللي يبقى موجود فيها الالكترونات. المناطق بينها مناطق محرمه على الالكترون. يعني المناطق ما بين المدارات دي مناطق محرمه على الايه؟ الالكترون. يعني مثلا لو انا جيت حطيت لك هنا حرف الدي، تقول لي لا يا مستر، طبقا لنموذج بور يستحيل ان يتواجد الالكترون في المنطقه دي. انما رد عليه شرودنجر قال له لا يا باشا، ادي النواه الموجبه، والالكترون ابننا يعمل اللي هو عايزه ويلف زي ما هو عايزه في اي مكان، مش انت اللي هتقول له يعمل ايه. قلت له يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يا صديقي يعني المناطق اللي حول النواه دي كلها كده يحتمل فيها تواجد الالكترون، واطلق عليها السحابه الالكترونيه. يبقى مين صاحب مصطلح السحابه الالكترونيه؟ شرودنجر. وقال لي في مناطق داخل السحابه الالكترونيه دي بيزداد فيها احتمال تواجد الالكترون، اللي هي المناطق القريبه من النواه، بيزيد فيها احتمال تواجد الالكترون، وسمى المناطق اللي بيزيد فيها احتمال تواجد الالكترون بالاوربيتال. يبقى اذا ايه هي السحابه الالكترونيه؟ دي المنطقه اللي بيحتمل فيها تواجد الالكترون. طب ايه هو الاوربيتال؟ ده منطقه جوه السحابه بيزيد فيها احتمال تواجد الالكترون. يعني لو افترضنا السحابه الالكترونيه دي الشقه اللي احنا عايشين فيها، خلاص، يبقى الاوربيتال اوضه في الشقه بيزيد فيها احتمال تواجد الالكترون. يبقى مين يا باشا العالم اللي لغى مفهوم المدار والمناطق المحرمه والكلام ده؟ هو العالم شرودنجر. طيب، الالكترون الذي له عددي الكم ان ب4 ال ب3. ان ب4 ال ب3 يا صديقي ده مستوى الطاقه الرئيسي ومستوى الطاقه الفرعي. ايه الفرق ما بينهم؟ طيب، اعداد الكم قالت لي ان انا عندي مستوى الطاقه الرئيسي العماره بتاعتنا، وارجع للفيديو اللي احنا منزلينه شرح وافي جدا للباب الثاني. العماره بتاعتنا المستوى الرئيسي هو اللي بيعبر عنها، اللي هو ان، اللي هو قيمه من 1 لحد 7. يبقى العماره بتاعتنا كام دور؟ 7 ادوار، اللي هم اتكلم نوبك كي ال ام ان او بي كيو. خلاص. انما اللي هو المستوى الفرعي ده انا برمز له ان هو بيعبر عن الشقق اللي جوه العماره. العماره فيها كام شقه؟ 4، ما يزيدش عن 4. اللي هم مين يا مستر؟ اللي هم شقه اسمها اس، وشقه اسمها بي، وشقه اسمها دي، وشقه اسمها اف. طيب، اس بكام؟ ب0، بي بكام؟ ب1، دي بكام؟ ب2، اف بكام؟ ب3. يا مستر الارقام دي جت منين يا صديقي؟ ارجع للفيديو هتفهم كل الكلام ده بالتفصيل. يبقى يا مستر احنا في المستوى الرابع، يبقى 3 لا. طيب، فور ايه؟ قال لك ال ب3 انهي شقه اللي ال بتاعتها ب3؟ الاف. يبقى اذا احنا هنا بنتكلم على مين؟ 4 اف. طيب، سؤال رقم 6 بيقول لك يمكن تحديد عدد الالكترونات التي يتشبع بها مستوى الطاقه الفرعي. قلت له لو سمحت لحظه واحده بعد اذنك يا مستر. عايز تقول يا مستر؟ عايز اقول لحضرتك ان انا عندي العلاقات بتاعت اعداد الكم نوعين. العلاقات كم نوع؟ نوعين. لو بيكلمك عن الرئيسي يبقى ان، انا اتكلم عن ان. لو بيكلمك عن المستوى الفرعي ال. طيب، لو انت عايز تعرف كم اوربيتال في مستوى رئيسي طبق العلاقه ان تربيع. يعني ايه؟ يعني لو انا في الدور الثالث، لو انا في الدور الايه؟ الثالث، هيبقى 3 تربيع ب9. طب لو انا في الدور الرابع 4 تربيع ب16. انما هنا لا، هنا نشتغل بالال. طب لو عايز اعرف في كم الكترون في المستوى الرئيسي، اضرب في 2. ليه يا مستر؟ يا صديقي ما كل اوربيتال بيشيل كم الكترون؟ 2 الكترون. يبقى اذا لو انا بتكلم عن المستوى الرئيسي، لو عايز عدد الاوربيتال ان تربيع، لو عايز عدد الالكترون 2 ان تربيع. طب لو انت مستوى فرعي 2 ال زائد 1. يبقى لو انا عايز اعرف الاوربيتالات اللي في المستوى الفرعي 2 ال زائد 1. طب لو عايز اعرف الالكترونات يا صديقي، لو عايز تعرف الالكترونات هي واضرب في 2. طب يا مستر ممكن تطبق العلاقه دي سواء على مستوى رئيسي او فرعي؟ عناية يا صديقي. تعال نشوف اهو. ان ب3
قلت له احنا كده في الدور الثالث من العماره. لو رجعت يا باشا الفيديو الاساسي بتاعنا احنا كنا بنقول ان كي فيها شقه واحده، ال فيها شقتين اس وبي، ام فيها 3 شقق اس بي دي. الاس شقه عندها اوضه واحده يعني اوربيتال واحد، البي عندها 3 ودي قيم ثابته يا صديقي، الدي عندها 5 اوض 1 2 3 4 5. طب مجموعهم 9 اوربيتالات. طب تعالى بقى بدل ما تعمل ده كله ان ب3 طبق العلاقه ان تربيع، يعني 3 تربيع بكام؟ ب9. خلاص؟ طب عايز اطبق العلاقه هنا، تعالى يا صديقي نشوف. مثلا انا عايز اعرف عدد الاوربيتالات، عدد الايه؟ الاوربيتالات بتاعت الاس. قال لي طبق العلاقه، مش ال للاس احنا خدنا مع بعض ان هي بكام؟ بصفر، يبقى 2 ال زائد 1 يعني 2 في صفر بصفر زائد 1، يبقى اذا الاس عندها اوضه ايه؟ واحده. خلاص؟ يبقى اذا خد بالك من العلاقات، هل هو بيتكلم عن مستوى رئيسي ولا بيتكلم عن مستوى فرعي؟ طب هو قال الكترونات، قلت له معاك، بس قال مستوى فرعي، يبقى اذا انتوا شكرا. طب قال الكترونات، اختار اللي مضروبه في كام؟ في 2. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ما عدد الاوربيتالات تامه الامتلاء في ذره الكربون سي 6 في الحاله المستقره. طيب اما تيجي تجيب عدد الاوربيتالات لازم تعرف انواع الاوربيتالات اللي عندك. قلت له ايه ده يا مستر؟ وانا الاوربيتالات عندي انواع؟ طبعا. تعال نفهم. بص، لو انت هتتكلم عن الاوربيتال يا مستر سعيد، خلاص، هتلاقي 3 انواع. ممتلئ، وده اوربيتال يعني شايل 2 الكترون، لان كل اوربيتال بيشيل كام الكترون يا مستر؟ 2 الكترون. طيب يا اما نصف ممتلئ يعني فيها الكترون واحد، يا اما فارغ فاضي. خلاص اهو. هو بيقول لي عايز انهي عدد، ركز في المطلوب. هو بيقول سي 6، يبقى نوزع 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. طيب وانت بتجيب الاوربيتالات سواء ممتلئه او فارغه او نصف ممتلئه، لو سمحت امسك اخر مستوى فرعي ووزعه وشوف فيه ايه. يعني ايه؟ بص كده على البي. قلت له يا مستر البي عندها كام اوربيتال؟ تعالى اجمع لك اعداد الكم كلها. احنا اتفقنا ان الان بتاخد قيم من 1 لحد 7. ال قلنا يا مستر دول 4 شقق، اس بي دي اف، 0 1 2 3 اهو. طيب ام ال قال لي اس عندها اوربيتال 1، طب البي 3، طب الدي 5 اهو، طب الاف اعداد فرديه 7 اهو، 1 2 3 4 5 6 7. ام اس طبعا قلنا لو باصص فوق يبقى موجب نص، لو باصص تحت يبقى سالب نص. وطبعا هنا بياخد القيم من السالب للموجب، يعني هنا 0 سالب 1 موجب 1، هنا ال للدي ب2 يبقى سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده ايه علاقته بده يا مستر. 2 بي 2، ما انت لازم تبقى عارف ان البي عندها 3 اوض، فوقها 2 يعني هتشيل كام الكترون؟ 2 فقط، يبقى هنوزع فرادى تبعا لقاعده هوند. تبعا لقاعده اسمها قاعده ايه؟ هوند. طب يا مستر انا مش فاكر قاعده هوند. عينيا، قاعده هوند بتقول ايه؟ توزع الالكترونات، توزع الايه؟ الالكترونات فرادى اولا، يعني هنوزعها فرد الاول، ثم يحدث ازدواج. يعني بعد كده ممكن نعمل ايه؟ ازدواج. يعني ايه يا مستر؟ بص يا صديقي، يعني هو هنا بيقول لك بي مثلا بي 3، طب ما البي عندها 3 اوض، اوزعهم فردي. ما هو يا مستر هو انا ليه ربنا سبحانه وتعالى موسعها 3 اوض اهو، ليه انت تعمل كده؟ ليه تقعد 2 في اوضه؟ لا، هوندي بيقول لك وزع فردي، وزع فرادى اولا، بعد ذلك لو في ازدواج اعمل ازدواج. يعني ما الاقيش واحد هنا بيقول لك 2 بي 2 تقوم انت زي الشاطر تقوم عامل لي كده،
1 2. لا غلط يا بابا، غلط. انا بوزع فردي الاول وكله يبص لفوق. طب لو غصب عني مثلا لقيت البي فيها 4، اقول له لا، الاول امشي فردي وكله باصص فوق. طب والرابع يحدث ازدواج. خلاص خد بالك. طيب هو هنا بقى انا معايا كام اوربيتال مكتمل؟ الاس اوضه واحده ومليانه، والاس الثانيه برضه اوضه واحده ومليانه. طب البي 3 اوض، هل فيهم حاجه ممتلئه؟ قال لي لا طبعا. يبقى انا عندي عدد الاوربيتالات الممتلئه هنا 2 فقط. طب النصف ممتلئه 2 برضه. طب الفارغه في 1. طب ممكن يا مستر مثال كمان عشان نثبت الفكره دي؟ حاضر. تعال نشوف. سكنديوم 21، وزع مستر. 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2، 3 بي 6، 4 اس 2، 3 دي 1. مستر سيد قال لي طالما بيطلب عدد اوربيتالات لازم توزع الاخير. انا بقى هنا في السؤال ده عايز كل الانواع. يعني يا مستر عايز في كام واحد ممتلئ وفي كام واحد نصف ممتلئ، ولو في فارغ قول لي. قلت له ماشي. ادي اس 1 ده مليان وده كمان مليان. البي 3 اوض مليانين شايلين 6 الكترونات على اخرهم. هنا الاس برضو 1 مليان. هنا البي بتشيل 3 اوربيتالات والثلاثه مليانين. هنا الاس ده مليان. كل ده ممتلئ. اعدهم يا مستر. تعالى. واحد بتاع اس، واحد بتاع اس 2، ها، و3 5، و1 6، و3 9، و1 10. يبقى انا عندي كام اوربيتال ممتلئ؟ 10 اوربيتالات. طيب 3 دي 1 احنا عارفين الدي عندها كام اوضه يا مستر؟ 5 اوض اهو. 1 2 3 4 5. وتبعا لقاعده هوند قال لك فرادى اهو. يبقى اذا ده كله ممتلئ. كم واحد نصف ممتلئ؟ قلت له نصف ممتلئ يا مستر؟ مفيش غير ده، يبقى 1. طب في كم واحد فارغ؟ قال لي 4 اهو. 1 2 3 4. خلاص؟ طيب نرجع بقى لسؤالنا. هو بيقول لي ايه؟ تامة الامتلاء يبقى 2 فقط. طيب ما العدد الذري للعنصر الذي يحتوي مستوى الطاقة الرئيسي الثالث على 16 إلكترون؟ ركز عشان السؤال ده فيه غلطة مشهورة جدا 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 ناس كتير بتقع فيها، اللي هي ايه؟ هو بيقول لك هنا المستوى الثالث، يبقى انا عندي كي بتشيل 2 ومليانة، ال بتشيل 8 ومليانة، ام قال لك فيها 16. طيب هنعملهم ازاي يا مستر سيد ال 16 دول؟ هقول لك ما احنا بنطلع دور دور في العمارة. الدور الثالث فيه 3 شقق اس بي دي. طيب وبعدين تعال نشوف. هو بيقول لك في 16، الاس كده كده بتشيل 2. الاثنين عندها اوربيتال واحد، اوضه واحده، وكل اوضه بتشيل كام الكترون؟ 2. البي عندها 3 اوض، كل اوضه بتشيل 2 يبقوا 6. ويتفضل للدي كام؟ 8. طيب وزع بقى مستر بحيث ان اخرك يبقى دي 8. طبعا هنا 3 3 3. طيب مين بقى اللي بينتهي ب 3 دي 8؟ تعال نشوف اهو. 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2، 3 بي 6، 4 اس 2، 3 دي 8. ايه ده يا مستر؟ ايه اللي جاب 4 اس؟ يا صديقي ما احنا بنوزع تبعا لمبدأ البناء التصاعدي. انا بملى الاقل طاقه ثم الاعلى ايه؟ طاقه. المعظم بيجي يعمل ايه بقى؟ يقول لك 2 و8 10 و16 26. يبقى الاجابه 26. الاجابه مش موجوده. السؤال في حاجه غلط. لا يا حبيبي انت اللي غلط. لان الفور اس بتاعت المستوى الرابع بتتملي قبل الثري دي، فتيجي تعد هتلاقي 2 2 4 6 10 12 18 20 و8 28. يبقى اذا العنصر ده عدده الذري ب 28 الكترون. خلاص وركز في النقط دي كويس جدا. سؤال 9. أي مما يلي يعبر عن موقع العنصر X73 في الجدول الدوري الحديث؟ ورقتك وكشكولك الجميل كده يا صديقي، وسجل الملحوظة اللي أنا هقول لك عليها، لأن في ناس كتير يا بابا بتتلخبط في الحتة دي. طيب
تعال نشوف المستر عايز يتكلم معاك عن ايه، وركز معاه قوي في الحته دي. اهو مبدئيا انا عايز اعرف انا ازاي بحدد الدوره وازاي هحدد المجموعه. اهو بص يا مستر، بالنسبه للدوره هي اكبر رقم يسبق اس. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انت عندك 2 اس مثلا و3 اس، لا خد ال 3 يبقى اكبر رقم قبل ايه؟ اس. طب بالنسبه للمجموعه لو اخرك اس، لو اخرك ايه؟ اس، خد الرقم اللي فوقيها زي ما هو. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا بوزع الايه؟ الصوديوم ان ايه اهو ان ايه 11، فهتلاقي توزيعه نيون 10 3 اس 1 اخر واحد، يبقى ده في المجموعه 1 a. طيب لو اخرك B او D، خد الرقم اللي فوقيها زي ما هو زائد 2. الاثنين دي جت منين؟ اللي هي قيمه الاس. لا مستر معلش مش فاهم، تعالى افهمك. بص يا بابا، اما اجي اقول لك CL 17 تقول لي هنوزعه نيون 10 3 اس 2 3 بي 5. طيب الراجل ده في الدوره الكام؟ اكبر رقم قبل الاس يبقى الدوره الثالثه. المجموعه هل اخره اس ولا بي ولا دي؟ قلت له لا بي. طب اخرها كام؟ 5. اوعى تاخدها 5 زي ما هي، ضيف عليها قيمه الاس يبقى 7. يبقى قيمتها ايه؟ ب7. خلاص يا صديقي، هتبقى 7A. طب انت بتقول ايه بناء على ايه؟ صلى على النبي. المجموعات مقسمه لجزء بياخد الرمز ايه وجزء بياخد الرمز بي. طيب امتى اقول انا تبع ايه وامتى اقول انا تبع بي؟ لو اخرك اس او اخرك بي يبقى انت تبع الرمز ايه. طب لو اخرك دي يبقى انت تبع الرمز بي. خلاص؟ طيب السؤال بقى اللي هو بيتكلم عنه، او الفكره اللي هو بيتكلم عنها، اللي انا عايزكم تركزوا فيها قوي قوي عشان احنا بنتلخبط فيها كتير جدا. التوزيع اللي فيه اف، التوزيع اللي فيها يا مستر اف، هو هنا جايب اكس 73 اهو. اكس كام؟ 73. هيتوزع ازاي الراجل المحترم ده؟ يا مستر هنوزع لاقرب غاز خامل اللي هو زينون 54، ويجي بعده 6 اس و4 اف و5 دي. الاس كده كده هتشيل الاثنين يبقى 54 و2 56. اجي انا بقى املى الاف، اقول لك لا استنى، اكتب عندك القاعده دي يا بابا. لو انت معاك اف بيبقى وراها دي، 4 اف وراها 5 دي. اكتب اللي انا هقوله لك. يا مستر اكتب ايه؟ اما تيجي تملى 4 اف لازم قبل ما تملاها تدي دي 1. يبقى ما شرط الاف عشان هي تتملي تقول لي بعد اذنك لو انت هتملاني ادي دي ايه؟ 1. فهنا هيبقى دي 1، قلت له تمام. وهنا هيبقى 14. طب خلي بالك يا مستر، انا كده ما وصلتش لل 73. ازاي؟ ما 54 و2 56 و14 يبقوا 70، واحد 71 وهو عايز يوزع 73. ساعتها بقى يا صديقي هتزود في الدي عادي، يعني هيبقى اكس اهو اي 54 6 اس 2 4 اف 14 5 دي كام؟ 3. 5 دي كام؟ 3. ده هيبقى التوزيع اللي انا محتاجه. فهمت الفكره بتاعت التوزيع؟ طب يا مستر انا بتلخبط في نقطه ثانيه هنا. امتى اقول هو انتقالي رئيسي ولا انتقالي داخلي؟ ايه ده يا مستر تفرق؟ طبعا. بص بقى، امتى تقول انتقالي رئيسي وامتى تقول انتقالي داخلي؟ اقول لك انا هبص على قيم الاف وقيم الدي، قيم الاف وقيم الدي. لو لقيت الشكل ده اللي هو 6s2 4f 5d
من طول ما الدي فيها واحد انت انتقالي داخلي. يعني ايه؟ الاف فيها واحد، الاف فيها اتنين، معاك من واحد لحد 14 براحتك. من طول ما الدي فيها واحد انت انتقالي داخلي. اول ما تتغير 6s2 4f 5d مثلا 2 3 4 اي حاجه يبقى انتقالي رئيسي. خد بالك من النقطه المهمه جدا دي. طيب هنا قال لك اكس 73 مستر وزعناه زينون 54 6s2 4f 14 5d 3 اهو. الدوره بتتحدد ازاي؟ اكبر رقم قبل الاس يبقى الدوره الثالثه. خلاص؟ المجموعه المستر قال لو اخرج بي او اخرج دي خد قيمتهم زائد قيمه الاس اللي هي باتنين. يبقى اذا الدوره الثالثه المجموعه الخامسه. نفس الكلام هنا مع عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه لذره فلز ممثل ثلاثي التكافؤ يقع في الفئه بي. هتبص في الجدول الدوري هتلاقي مثلا عندك الالومنيوم 13 توزيعه، هو بيقول لك عايز النصف ممتلئه. ماشي، 1s2 2s2 2b6 كل ده مليان ماليش دعوه بيه، 3s2 مليان برضه، 3b1 3b1 ليه يا مستر؟ 2 و2 4 و6 10 و2 12 1 13 تكافؤ ثلاثي. بص اخره كام؟ ما انت بتشوف التكافؤ الاس والبي بيتجمعوا مع بعض فعلا ثلاثي. طيب البي كام اوضه يا مستر سيد؟ 3 اوض فيها الكترون واحد، يبقى عندي نصف ممتلئه واحد بس. طيب عنصر اكس اهو موجب 3، موجب 3 دي معناها فقد 3 الكترون، معناها ان الشحنه الموجبه اكبر من السالبه ب3، فمعنى ان هو فقد اكيد فقد من اس الاول ثم من دي اهو. 6s0 4f14 5d8. طب انا هرجع لهم كام الكترون؟ 3 الكترونات. طيب هيرجعوا لمين الاول؟ قلت له 2 للاس، واحد هيزيد على الدي فيبقى 2 وايه و9، 2 وايه و9. يبقى اذا لو جينا جمعناهم اخرج دي، عايز تجيب المجموعه لازم تجمع عليها قيمه الاس، هيبقى الاجابه رقم ج. طيب نخش على السؤال اللي بعده. اي من الايونات الاتيه نصف قطره هو الاكبر؟ طب تعال نشوف خاصيه نصف القطر بيحصل فيها ايه. قلت له والله بالنسبه للدوره ادي كده دوره افقيه وادي كده مجموعه، ماذا يحدث لنق في الدوره؟ تقل. ماذا يحدث لنق في المجموعه؟ تزيد. طب ايه ده يا مستر؟ ده مديني ناس بشحنات موجبه وناس بشحنات سالبه. اقول لك سجل برضو عندك الايون السالب اكبر من ذرته والايون الموجب اصغر من ذرته، فبالتالي هنا الايونات السالبه هتبقى هي الاكبر. يبقى اذا انا هستبعد ب وهستبعد د. طب ما مستر اعمل ايه دلوقتي؟ الفلور سالب واليود سالب. قلت له ساعتها هتلجا بقى تبص في المجموعه، هتلاقي ان الترتيب في المجموعه فلور كلور بروميود، وانا عارف ان انا ونازل نق بتزيد، فاذا ايون اليود السالب اكبر من ايون الفلور السالب. طيب السؤال اللي بعده رقم 13. زياده البعد بين الالكترون الاخير والنواه في ذره ما يؤدي الى ايه؟ يعني كل ما الالكترون بيبعد عن النواه ده بيعمل ايه؟ قلت له والله سيطرتها عليه بتقل، يعني الشحنه الفعاله بتضعف، فبالتالي ممكن تفقده بسهوله. كل ما يبعد عنها كل ما سيطرتها وقوتها اللي بتمسكه ما تبقاش موجوده، يبقى سهوله الفقد. طيب سؤال جميل جدا بيقول لك تم تخفيف 250 مللي من محلول NaCl تركيزه 25 من 100 مولر حتى اصبح حجمه 500 مللي. يبقى اذا دي مساله تخفيف. طب قانون التخفيف بيقول يا مستر سيد؟ بيقول لحضرتك M1V1 بتساوي M2V2. ايه M1V1؟ تركيز وحجم اهو، تركيز في حجم قبل التخفيف بيساوي تركيز في حجم
بس بعد الايه؟ التخفيف. قلت له تعالى نطلع البيانات ونفهم سوا مع بعض يا مستر. بص يا صديقي، هو بيقول لك تم تخفيف 250 مللي، يبقى الحجم كام؟ 250. من محلول تركيزه يبقى M1 تركيزه كان بكام؟ ب 25 من 100 مولر. خلاص، خلي بالك الام دي معناها مولاريتي تركيز. حتى اصبح حجمه 500 يبقى V2 ب 500. خلي بالك قلت له يبقى M1 V1، M1 ب 25 من 100، V1 في 250 بتساوي M2 اللي انا مش عارفها اللي هو التركيز المحلول المخفف في V2 اللي هي ب 500. اعمل ايه يا مستر؟ انت عايز M2 لوحدها، ده مضروب يروح الناحيه الثانيه، اسمها يبقى 25 من 100 في 250 على 500 هتطلع الاجابه ب. ممكن السؤال ده يجي لي بطريقه ثانيه، ممكن يقول لك ما حجم الماء المضاف؟ قلت له والله يا مستر هو الحجم كان 250 بقى 500، يبقى انا ضفت كام؟ 250 مللي، ده حجم الماء المضاف. خلاص؟ طيب ما العنصر الذي يمكنه تكوين ايون شحنته موجب 2؟ موجب 2 دي معناه ان هو فلز، تكافؤ ثنائي. لو جيت بصيت هنا هتوزع طبعا، هتلاقي ان الاجابه هنا الاسترانشيوم 38. طب ليه يا مستر استرانشيوم 38؟ وزع كريبتون 36 و 5s2 اخره 2. مش احنا اتفقنا ان مين بيفقد؟ الفلز. الفلز اخره 1 او 2 او 3. طب الراجل ده اخره 2 هيفقد 2، فيدي ايون فعلا شحنته موجب 2. سؤال 16 ده من الاسئله المهمه جدا جدا جدا. يتفاعل اكسيد الخرسين مع الصودا الكاويه كاكسيد ايه؟ هنا انا محتاج منكم تركيز شديد قوي، السؤال ده مهم جدا والجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا، الا وهي فكره الاكاسيد المتردده. يعني يا مستر سيد الاكاسيد المتردده، كلمه اكسيد متردد بتقول لك يعني الاكسيد المتردد يتفاعل مع الاحماض كقلوي ومع القلويات كحمض. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا جبت له حمض، والحمض اللي علينا دلوقتي يبدا ب اتش، طيب الحمض لو هو قصاده حمض هيبقى هو الاكسيد المتردد ساعتها هيقوم بدور القلوي. طب لو انا حطيت معاه قلوي، بعرفه منين القلوي؟ ينتهي ب OH، ساعتها هو هيقوم بدور الحمض. طب امثله عليهم، حاضر. اكسيد القصدير، اكسيد قصدير. خلاص، اكسيد الخرسين. في امثله تانية طبعا، اكسيد الالومنيوم. في اكسيد كمان اكسيد الانتيمون، اكسيد انتيمون. قلت له تمام ماشي مفيش مشكله. يعني ايه بقى مستر؟ اقول لك انا لو جبت مثلا اكسيد زي اكسيد الالومنيوم او اكسيد الخرسين مع حمض الكبريتيك، ايه ده؟ عرفت منين انه حمض؟ بدا باتش، يبقى انا جايب له حمض، هو ساعتها يبقى ايه؟ قلوي، وشق موجب شق سالب ويشتغل. طيب لو انا جبت اكسيد الالومنيوم اهو وحطيت معاه NaOH، ايه ده يا مستر؟ ده انتهى ب OH، يبقى ده قلوي، يبقى اكسيد الالومنيوم هيقوم بدور الايه؟ الحمض. خلاص، ويطلع NaAlO2 وشويه ميه. خلاص، يبقى اذا الاكاسيد المتردده لو انت حمض هتبقى هي ايه؟ قلوي، لو انت قلوي هتبقى هي حمض. يتفاعل اكسيد الخرسين مع الصودا الكاويه. يعني ايه يا مستر صودا كاويه؟ صودا كاويه يا حبيبي يعني هيدروكسيد الصوديوم اللي هي NaOH. ايه ده يا مستر؟ ده الصودا الكاويه دي طلعت بتنتهي ب OH، يعني هي قلوي، فالاكسيد بتاعي يبقى اكسيد ايه؟ حامضي. طيب تعال نشوف سؤال 17. اي مما يلي يعد صحيحا بالنسبه لاكاسيد العناصر؟ كل اكاسيد الفلزات اكاسيد قاعديه؟ قلت له لا. ليه يا مستر؟ لان الاكاسيد القاعديه في منها بيذوب
وفي منها لا يذوب. اللي بيدوب ده كان بيدي قلويات. يبقى اذا غلط، كل اكاسيد الفلزات اكاسيد قاعديه؟ لا. طيب في منها متردد زي كمان اكسيد الالومنيوم، ما هو الالومنيوم فلز بس بيعمل اكسيد اسمه اكسيد الالومنيوم المتردد. طيب تتفاعل كل اكاسيد اللافلزات مع الاحماض؟ لا مستر، ده هي اللي بتكون احماض اصلا. خلاص. الماء واول اكسيد الكربون من الاكاسيد المتعادله تمشي دي. طيب تتفاعل اكاسيد الفلزات مع الاحماض مكونه ملح وهيدروجين؟ لا مستر، اكاسيد الفلزات كانها قاعده وحمض ملح وميه. يبقى اذا دي مستبعده. الاجابه الوحيده اللي تنفع رقم ج. طيب السؤال اللي بعده، اعداد التاكسد مهمه جدا 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 جدا. طيب احل على اعداد التاكسد ازاي يا مستر؟ افهم اعداد التاكسد ازاي ببساطه شديده. تعال اقول لك. بص بقى، اما تيجي تحل على اعداد التاكسد فك المركب خلاص وساويه بالشحنه او اساويه بالصفر. يعني ايه يا مستر سيد اما اقول لك اعداد التاكسد اساويها بالشحنه او اساويها بالصفر؟ هنا النقطه دي مهمه جدا جدا ونقطه محوريه، اعداد التاكسد، فتعالى نوضحها مع بعض بطريقه مبسطه. بص بقى، لو عايز تجمع اعداد التاكسد كده هنجمعهم مع بعض بسرعه. اعداد التاكسد بتتكلم عن ايه؟ بص، دي اعداد بتوضح قيم الشحنات الموجبه والسالبه اللي فوق العنصر. يعني كنت انت بتاخد حاجه اسمها التكافؤ. كنا بناخد حاجه اسمها يا مستر، قلت له التكافؤ. ماله التكافؤ ده يطلع ايه؟ قال لي ده عدد الالكترونات التي يفقدها العنصر او يكتسبها. فكنت انا باجي اقول لك او يشارك بها كمان، فكنت اجي اقول لك تكافؤ احادي. فانت تفهم مين احادي دي؟ قلت له والله يعني اما فقد واحد يا اما اكتسب واحد. طب تكافؤ ثنائي يعني يا اما فقد اتنين يا اما اكتسب اتنين. قلت له ده مستر نقعد كل شويه بقى يا اما يا اما؟ لا. جم العلماء قال لك لا 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 لا، احنا عايزين مصطلح اقوى اللي هو اعداد التاكسد. قلت له يعني ايه اعداد التاكسد؟ قال لي دي اعداد بتمثل الشحنات. يبقى اعداد التاكسد، اعداد التاكسد دي اعداد تمثل الشحنات. الشحنات الايه؟ الموجبه او السالبه. اه يا مستر شحنه موجبه معناها ان انا فقدت الكترونات. طب شحنه سالبه معناها ان انا اكتسبت الكترونات. قلت له طيب ماشي، ايه بقى قواعدها؟ افهم معايا كده اللي انا هكتبه قدامك ده دلوقتي. اما اجي اقول لك ايه؟ س زائد ص قيمتها 50. تمام؟ ما قيمه س؟ شايفك يا حمار، يا حمار يا اللي بتقول 25. انا قلت ان هم متساويين يا صاحبي. انت المفروض تقول لي ما اعرفش يا مستر، ده مجهول وده مجهول. انما لو انا جيت قلت لك ان في قاعده ثابته بتقول النصاب ب 30، اذا س بكام؟ قلت له خلاص اتحلت، هشيل دي واحط 30 يبقى س ب 20. حلت المساله. هي دي فكره اعداد التاكسد. اعداد التاكسد يا صديقي لها مجموعه من القواعد. حضرتك عرفتها كويس وذاكرتها كويس الدنيا تمشي تمام. ما عرفتهاش بقى وكبرت دماغك، انسى اعداد التاكسد. واعداد التاكسد من النقط الاكثر اهميه في منهجك السنه الجايه ان شاء الله. طيب مستر بتقولي اعداد التاكسد، تعال اقول لك. اول قاعده يا مستر هم قواعد، تعالى يا صديقي افكرك بسرعه بيهم. عدد تاكسد اي عنصر لوحده مش في مركب. يعني ايه مثلا ان ايه اس 8 دول 8 ذرات ماليش دعوه. اي عنصر مهما كان عدد ذراته بصفر، يبقى العنصر لوحده مش في مركب بصفر. طيب القاعده اللي بعدها، عدد تاكسد الايون يساوي الشحنه التي يحملها. الشحنه التي ايه؟ يحملها. يعني ايه؟ يعني ايه جي موجب؟ يبقى اذا الراجل ده هيتساوي بموجب واحد. سي ال سالب يبقى الراجل ده هيتساوي بسالب واحد. ام جي سالب 2 او عفوا موجب 2 يبقى ده هيتساوي بموجب 2. طيب نفس الكلام المجموعه الذريه، عدد تأكسد المجموعه الذريه بيساوي الشحنه اللي هي شايلاها.
زي ايه مثلا؟ SO4 سالب 2. يبقى اذا SO4 هتتساوى وانا بحل بكام؟ بسالب 2. BO4 سالب 3. يبقى اذا BO4 وانا بحل هتتساوى بايه؟ بسالب 3. هتتساوي بكام؟ بسالب 3. طيب القاعدة الرابعة، الناس اللي تبع 1A زي الليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، الناس دي بموجب 1. الناس اللي تبع 2A زي مين؟ زي المغنيسيوم، كالسيوم، باريوم، الناس دي كلها بكام؟ موجب 2. الناس اللي تبع المجموعة 3A زي الألمونيوم هتبقى بموجب 3. قلت له تمام. كمل. القاعدة رقم 5 بتقول ايه؟ لو انا بتكلم عن المجموعة 7A، خد بالك بقى المجموعة 7A دي فيها مين؟ فلور، كلور، بروم، يود. قلت له حط الفلور لوحده، ده البابا دائما بسالب 1. دائما بسالب 1. انما الكلور والبروم واليود بسالب 1 في معظم المركبات، يعني احيانا، وممكن يتغيروا مع الاكسجين مثلا هتلاقيهم بقيمه ثانيه مختلفه. هنفهم كل الكلام ده. طيب ده بالنسبه للقاعده رقم 5. القاعده رقم 6 بتقول ايه يا صديقي؟ لو الكلام معاك على الاكسجين، الاكسجين في اي مركب عادي بسالب 2. اي مركب ايه؟ عادي بسالب 2. قال لي اه. هو ممكن يبقى في حاله غير عاديه؟ قلت له اه. امتى بقى مستر سيد؟ اما يبقى في صوره اسمها سوبر اوكسيد. طب انا اعرف منين ان هو سوبر اوكسيد؟ تكرار. يعني ايه؟ X2O2 زي ايه؟ Na2O2 H2O2. هنا الاكسجين هيبقى بسالب 1. دي اسمها عفوا فوق اكسيد. فوق ايه؟ اكسيد. معلش لحظه. الحاله دي اسمها يا مستر، اسمها فوق الايه؟ اكسيد. فوق اكسيد. خلاص؟ في حاله تانية اسمها سوبر اوكسيد. طب نعرفها ازاي دي؟ زي سوبر اكسيد البوتاسيوم. هنا الاكسجين هيبقى بسالب نص، وهثبت لك الارقام دي كمان شويه. خلاص؟ طيب الحاله الثالثه مع الفلور OF2، ولازم تحفظ الحالات دي كويس. الاكسجين هنا اول مره هيبقى الاكسجين بالموجب، موجب 2. دي القاعده رقم 6. طيب القاعده رقم 7 ونركز فيها كويس. الهيدروجين هيبقى بموجب 1. الهيدروجين هيبقى بموجب ايه؟ ما عدا مع هيدريدات الفلزات اللي هي مين؟ يعني لما الاقي مثلا قبله صوديوم زي NaH مع الكالسيوم CaH2، ساعتها الهيدروجين هيبقى بسالب 1. يبقى الهيدروجين دايما بموجب 1 ما عدا هيدريدات الفلزات. طيب القاعده رقم 8، عدد التأكسد بتاع للمركب الذي لا يحمل شحنة، يعني مش شايل شحنة فوق دماغه، بيساوي 0. طب يا مستر يعني ايه؟ هنفهم دلوقتي. اللي بعدها عدد تأكسد المركب الذي يحمل شحنة. ماله ده يا مستر؟ بيساوي هذه الشحنة. انتوا مش فاهم حاجة خالص. يعني ايه؟ بص كده الفرق هنا. كمنو 4. هل هنا يا مستر شايل شحنة؟ قلت له لا. يبقى المركب ده يتساوي بالصفر. طب لو انا جيت قلت لك MnO2 سالب، يبقى اذا المركب ده كله هيتساوي بسالب 1. لا مستر ابتديت اترجمك. يعني لو مفيش شحنه فوق المركب هيتساوي بالصفر. طب لو في شحنه فوق المركب هيتساوي بيها. طيب انا عايز مثال افهم بيه الكلام الغريب والقواعد الغريبه دي. تعال معايا نشوف سوا يا صديقي مع بعض. يلا هاجي اقول لك مثلا كده في الامتحان K2SO4 احسب عدد تأكسد الكبريت.
قلت له مستر سيد قال لي في اعداد التاكسد فك وشوف. يعني افك، يعني هنا ذرتين بوتاسيوم زائد ذره كبريت 4 او اهو 4 اكسجين، كل ده بيساوي صفر. يا مستر ليه بيساوي صفر؟ ما مش شايل شحنه يا صديقي. طيب مين اللي انا عارفهم؟ قلت له والله انا عارف ان عدد تاكسد البوتاسيوم بواحد، يبقى 2 في 1 ب2 زائد اس. الاكسجين يا مستر الاكسجين بسالب 2 ما عدا الحالات الخاصه، ودي مش حاله خاصه ودي مش حاله ايه خاصه، يبقى هنا سالب 2 في 4 بسالب 8 بيساوي صفر. شقلب واقلب. يعني ايه يا مستر؟ يعني ده موجب 2 يروح لبره سالب 2، وده سالب 8 يروح موجب 8. اذا عدد تاكسد الكبريت هنا بموجب 6. عدد تاكسد الكبريت بكام؟ بموجب 6. طب يا مستر ايه او اف 2 دي؟ تعال نجرب. صلي على النبي. او اف 2 يبقى او زائد 2 اف، كل ده بيساوي صفر. الفلور ده بابا بكام يا مستر؟ بسالب 1 دائما، عوض عنه. او زائد 2 في سالب 1 بتساوي صفر. يبقى إذا او زائد سالب 2 بتساوي صفر. إذا او بتساوي موجب 2. إذا الاو يا مستر هنا هتساوي موجب ايه؟ 2. خلاص؟ يبقى إذا أنا بحسب أعداد التأكسد، أنا ابتديت أفهمك يا مستر بمعلومية الشحنات. في ناس أنا عارف شحناتها فبعرف أتعامل معاها. طب يا مستر ممكن تعرف لي MN2 O3 سالب 2؟ قلت له ماشي، تعال نشوف. فك يا مستر 2 منجنيز زائد 3 اكسجين هتساوي سالب 2. قلت له ماشي، يبقى الاتنين منجنيز هتنزل زي ما هي، 3 اكسجين، الاكسجين يا مستر بسالب 2، سالب 2 في 3 بسالب 6 بتساوي سالب 2. ودي الناحية التانية بعكس الإشارة. سالب 6 تروح تبقى موجب 6، يبقى الاتنين منجنيز بموجب 4. يبقى المنجنيزة الواحدة هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، يبقى المنجنيز بموجب ايه؟ 2. طيب ده كده كان تجميع لأعداد التأكسد اللي لسه هنتكلم عنها كتير جدا جدا جدا. طب تعال نشوف. بيقول لي ما عدد تأكسد الفسفور في ايون البيروفوسفات. قلت له مستر قال لي الاول فك 2 بي زائد 7 او، كل ده بيساوي بص شايل شحنه سالب 4. طب الاكسجين انا عارفه سالب 2، يبقى 2 بي زائد سالب 2 في 7 بسالب 14، كل ده بيساوي ايه؟ سالب 4. ودي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. سالب 14 تبقى موجب 14، يبقى اذا الاتنين فسفور بموجب 10. خلي بالك انا عايز واحده بس، يبقى بي بتساوي على الاتنين على الاتنين موجب 5، يبقى اذا هنا بتساوي موجب 5. بص السؤال ده، يحترق الجلوكوز في وفرة من غاز الاكسجين طبقا للمعادله. هو عايز حجم غاز الاكسجين. انت عايز ايه يا صديقي؟ حجم غاز الاكسجين. قلت له ماشي. اللازم لانتاج 150 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون. قلت له بس استنى يا مستر، دول مادتين يبقى هتتحل بالعلاقه وليس القوانين. هنعمل علاقه ما بين مين ومين يا مستر؟ ما بين الاكسجين زي ما هو في المعادله وما بين ثاني اكسيد الكربون. ليه يا مستر؟ ما هو عايز حجم الاكسجين في ثاني اكسيد الكربون، يبقى انا ماليش دعوه بالميه ولا ليا دعوه بسكر الجلوكوز. السهم الاول اللي انا عارفه، السهم الثاني اللي فيه حاجه انا مش عارفها. هو عايز غاز الاكسجين كحجم. طب ثاني اكسيد الكربون ما هو بالجرام اهو، يبقى كتله. هنا 6 في 24، يجي يقول لي ليه يا مستر 6 في 24؟ اقول له ان انا بقول لك هنا ار تي بي. انقل الناحيه الثانيه، 6 في كام؟ في 44. يا مستر جت منين ال 44؟ حاضر يا عم، سي او 2، السي ب 12، او 2 يعني 2 في 16. خلاص؟
عوض بقى السهم التاني حاجه من المعادله وحاجه مجهوله. 150 جرام من ثاني اكسيد كربون فيهم س، طرفين في ايه؟ في وسطين. صاحب السين ينزل في المقام 6 في 44. هنا 6 في 24 في 150. هنطير الستة مع الستة، يبقى إذا الإجابة هتكون ألف. طيب. في التفاعل المقابل بيقول لي عبر عن العامل المختزل. عايز العامل الإيه؟ المختزل. طيب بص يا صديقي، مبدئيا كده إيه فكرة العامل المؤكسد والعامل المختزل؟ تعالى معايا. اللي بيحصل له أكسدة واللي بيحصل له اختزال. افتكر دايما يا صديقي ان العامل عكس العمليه، بمعنى اللي بيحصل له اكسده بيبقى عامل مختزل، طب اللي بيحصل له اختزال عامل مؤكسد. ده رقم واحد. الاكسده معناها فقد الكترونات. فقد ايه؟ الكترونات. فبالتالي تعريفها الثاني زياده في الشحنه الموجبه او نقص في الشحنة السالبة، أو نقص في الشحنة الإيه؟ السالبة. خلاص؟ طيب في الأكسدة بص يا بابا، السهم قبل السهم متفاعلات، بعد السهم نواتج. لقيت الإلكترون في النواتج، يبقى إذا العملية عملية أكسدة. الاختزال معناها اكتساب إلكترونات. طيب اكتساب الكترونات معناها زيادة في الشحنة السالبة أو نقص في الشحنة الموجبة. وهنا كانت الإلكترونات في النواتج، هنا الإلكترونات في المتفاعلات. طيب دايما لما يجي يطلب منك العامل المؤكسد أو العامل المختزل هنجيبهم من المتفاعلات مش من النواتج. بمعنى تعال نشوف النيكل إيه اللي حصل. أي عنصر بصفر، هنا نيكل زائد 2 كلور بيساوي صفر. الكلور بسالب 1 يبقى النيكل زائد سالب 2 اللي هو قيمة الكلور بيساوي صفر، يبقى النيكل بيساوي موجب 2. يبقى ده حصل له عملية أكسدة، يبقى عامل مختزل. يبقى عامل إيه؟ مختزل. خلي بالك النيكل هو اللي حصل له وليس ايونات النيكل. انا ما بحددش من النواتج، انا بحدد من المتفاعلات. يعني ايه يا مستر؟ تعال اقول لك. هنا كان نيكل ذرات، يبقى الاجابه ذرات، يبقى في المتفاعلات ذرات. طب بالنسبه للهيدروجين تعالى 2HCl H2 2HCl ادي الاتش وادي الCl، ده بسالب 1 يبقى هو كان بموجب 1 طلع بصفر، يبقى حصل له عمليه اختزال. مين اللي حصل له؟ ايونات الهيدروجين هي اللي حصل لها اختزال. طب هو هنا بيسال عن العامل المؤكسد، يعني اللي حصل له اكسده، يبقى هنا بيتكلم على ذرات النيكل. ذرات الايه؟ النيكل. يبقى انا لو بحدد العامل المؤكسد والعامل المختزل بجيبهم من المتفاعلات. بجيبهم من ايه يا مستر؟ من المتفاعلات. خلاص؟ طب اللي حصل له اكسده يبقى عامل مختزل، لان العامل عكس العمليه. هنا بيقول لي ايه؟ اكتب معادلتين نصفي الاكسده والاختزال وحدد العامل المؤكسد والمختزل. قلت له تعال نشوف الاول. زد ان اصبح زد ان اس او 4، عنصر يبقى صفر. هنا ده بسالب 2، الكبريتات دايما بسالب 2، يبقى زد ان قصادها بموجب 2. قلت له يبقى الراجل ده حصل له اكسده. طب هنا كان سي يو اس او 4، فكان ده بسالب 2 فهو بموجب 2، طلع سي يو بصفر، يبقى حصل له عملية اختزال. حصل له عملية ايه يا مستر؟ اختزال. طب بنكتب المعادلة ازاي؟ هنا كان خرسين بقى خرسين موجب 2. الأكسدة معناها الإلكترونات بره في النواتج. طب هتكتبها ازاي؟ 2 إلكترون سالب. طب ليه 2 إلكترون؟ لأن هو موجب 2. يبقى معنى إن هو موجب 2 إن هو فقد إلكترونين. طب تعالى للنحاس. النحاس كان موجب 2 في الأول، اكتسب الاتنين إلكترون، تحول إلى ذرات نحاس. أحدد ده حصل له أكسدة، يبقى عامل مختزل.
ده حصل له اختزال، يبقى عامل مؤكسد. طيب السؤال اللي بعده، أوجد أعداد الكم للإلكترون التاسع عشر في ذرة الكروم 24. اشمعنى الكروم 24؟ عشان الكروم ده من الناس اللي فيها فكرة، اللي هي ايه؟ بص يا بابا، العلماء قالوا لي يكون العنصر أكثر استقرارا. أكثر إيه؟ استقرارا. في حالة إن الدي فارغة أو نصف ممتلئة أو ممتلئة. يعني لو الدي ما فيهاش إلكترونات أو فيها 5 أو فيها 10، ده يكون إيه؟ هيكون أكثر استقرارا. طيب الفكرة دي بتطبق على أي حد عنده اس ودي. أهو لو لقيت الاس فيها 2 والدي فيها 4، أو لو لقيت الاس فيها 2 والدي فيها 9، الحالتين دول بس، الاس هتدي الدي 1. الاس هتدي الدي 1. اس هتدي الدي يا مستر 1. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت لك وزع الكروم 24 ارجون 18 4 اس 2 3 دي 4، فتلاقيني مدي لك صفر. تقول لي ايه ده يا مستر؟ ليه طيب؟ اقول لك يا صديقي، ما انا مستر موزع صح والله، 18 و2 20 و4 24، والاس عندها اوضه واحده وبتشيل 2 الكترون. اقول لك خد بالك دي حالات شاذه. يعني يا مستر، يعني الفور اس هتبقى 1 والدي هتبقى 5 عشان يكون اكثر استقرارا. هتجرب انت توزع لي النحاس 29، المولوبيدينيوم 42، خلاص، اكس 9 عفوا اكس 47. هتجرب توزعهم وتشوف. خلاص، يعني هتلاقي هنا مثلا نحاس ارجون 18 4 اس 1 3 دي 10. ليه يا مستر دي 10؟ عشان يكون اكثر استقرارا. طيب تعالى بقى يا مستر نطبق توزيع الكروم عشان نشوف ان هو حاله شاذه. كروم 24 ارجون 18 4 اس 1 3 دي 5. هو عايز الالكترون رقم 19 اللي هو ده. تعال نجيب له اعداد الكم. ماشي، 4 اس 1. مستر ان وال تحديدهم سهل جدا. ان الرقم اللي قبل المستوى الفرعي 4، ال قلت له دي اس، ال للاس بصفر. ما احنا عارفين ان احنا عندنا 4 شقق، اس وبي ودي واف. اس قلنا بصفر، بي بواحد، دي باتنين، اف بتلاتة. طيب اس عندها اوضه واحده وده الكترون واحد فباصص فوق. ام ال احنا في الاوضه اللي اسمها صفر. ام اس باصص فوق، يبقى بموجب ايه؟ نص. بموجب نص. نموذج 2 بيقول لي المركب الذي صيغته الاوليه CH وكتلته الموليه 104 تكون الصيغه الجزيئيه بكام؟ مستر انا حته الصيغه الاوليه والصيغه الجزئيه دي بتلخبط فيها. طب ما تيجي يا صديقي نبسطها مع بعض. ايه فكره الصيغه الاوليه والصيغه الجزئيه؟ بص يا بابا، تعالى نتكلم فيها مع بعض. الصيغ اللي انا هتكلم عنها نوعين. مستر دول 3، في صيغه اوليه وفي صيغه جزئيه وفي صيغه بنائيه. البنائيه ان شاء الله هتدرسها السنه الجايه بالذات في العضويه. انا عايز الصيغه الاوليه والصيغه الجزيئيه. المساله هنا هتمر ب6 خطوات. اول خطوات انا عايز اوصل للصيغه الاوليه. اول حاجه انت بتشوف عدد العناصر وتقسم الصفحه بتاعتك على اساسها. رقم 1 هتجيب عدد المولات. هنجيب عدد الايه؟ المولات. رقم 2 هنجيب نسبة المولات. طب اجيب نسبة المولات ازاي؟ هنقسم على عدد المولات الأقل. بعد كده هتطلع معانا الصيغة الأولية. طب يا مستر أنا مش فاهم أي حاجة. طب تعالى نشوف. بص كده، مركب يتكون من الكربون بنسبة 40%،
والهيدروجين ب6.67%، والباقي أكسجين. والباقي إيه؟ أكسجين. وجايب لك على جنب إن الأو ب16 والاتش ب1 والسي ب12. إذا كانت بقى عايز الصيغة الجزيئية، إذا كانت الكتلة المولية للمركب 60 جرام. بص يا صاحبي، هنبتدي خطوات المسألة ونجمع أول 3 خطوات مع بعض. المركب ده بيتكون من إيه؟ كربون، هيدروجين، وأكسجين. ده ب40%، ده ب6.67%، يبقى ده بكام؟ بباقي المية. يعني إيه؟ يعني إحنا هنقول 100% أهو، ناقص 40 ناقص 6.67 أهو، 6.67 هتطلع ب53 و33 أهو. 60 ناقص 6.67 أهو ب53.33. خلاص؟ طيب نبدأ بقى الخطوات. أول خطوة مستر سيد قال لي بتجيب عدد المولات. طب بنجيبها إزاي؟ كتلة المادة على الكتلة المولية. ده كتلته المولية ب12، ده ب1، ده ب16. هنقسم 40 على ال 12 عشان نطلع عدد مولات. أهو 40 على 12 هتطلع ب3.33. هنا 6.67، هنا 3.33. طب هنجيب النسبة ازاي يا مستر؟ شوف مين فيهم أقل رقم واسم عليه. قلت له ده 3.33 هيبقى ب1، ده علامة 3.33، ده علامة أهو، برضه ده ب1، ده ب2. يبقى إذا الصيغة الأولية كربون، بالترتيب ده بنكتب كده: كربون، هيدروجين، أكسجين، CH2O. يبقى احنا كده وصلنا للصيغة الأولية. طب لو عايز أجيب الصيغة الجزيئية هتزود 3 خطوات كمان. سهلين جدا يا مستر، ما فيهمش أي مشكلة. أنا دلوقتي بقى معايا الحمد لله الصيغة الأولية. هتعمل إيه؟ تخش على الخطوة رقم 4، هتجيب لها الكتلة المولية. يبقى هنجيب الكتلة المولية للصيغة الأولية. 5 هنجيب عدد الوحدات اللي هنرمز له بالرمز N، وده هيساوي كتلة المركب في المسألة على الكتلة المولية للصيغة الأولية. 6 هتجيب الصيغة الجزيئية. ازاي يا مستر؟ هنضرب N في الصيغة الأولية. طب تعال نشوف. كمل يا مستر كده الخطوات اهو. تعالى، انت جبت الصيغة الأولية، هنعمل الخطوة رقم 4، هنجيب لها الكتلة المولية CH2O. C ب12 زائد 2 أكسجين ب2 زائد 2 هيدروجين ب2 زائد 1 أكسجين ب16، يبقى المجموع 30 جرام. طب يا مستر أنا عايز أجيب عدد الوحدات. يا مستر عدد الوحدات بيتجاب إزاي؟ كتلة المركب في المسألة أهو، كتلة مولية للمركب على كتلة مولية للصيغة أهو، يبقى 60 على 30 فيها الاتنين. خش بقى على الخطوة 6 أهو. هجيب الصيغة الجزيئية إزاي؟ الصيغة الجزيئية عدد الوحدات في الصيغة الأولية. الصيغة اللي هي مستر الأولية عدد الوحدات ب2. في الصيغة الأولية اللي أنا جايبها من أول المسألة CH2O، C في 2 ب C2، و H2 في 2 ب H4، و O في 2 ب O2. خلاص؟ طيب ماشي يا مستر، مفيش مشكلة. هنا بقى هو مختصر لك أكتر من خطوة. إزاي؟ هو مديني الصيغة الأولية ومديني الكتلة المولية. قلت له خلاص، يبقى كده أنا هبتدي من الخطوة رقم 4. هنجيب الكتلة المولية للصيغة الأولية اللي هي CH بكام؟ ب13. C ب12 والH ب1.
طب هنجيب عدد الوحدات. يا مستر، كتلة المركب على كتلة الصيغة هتبقى 104 على 13 هتطلع ب8. طب الجزيئية يا مستر هنجيبها ازاي؟ معرفنا بقى يا مستر الأولية في عدد الوحدات، يعني سي اتش في 8، يبقى سي في 8 ب8 واتش في 8 برضه ب8، يبقى الإجابة ج. طيب السؤال اللي بعده لسه حالين زيه، عايز المرة دي بقى مش الممتلئة، عايز النصف ممتلئة في الفسفور 15. أوزع عادي جدا يا مستر، والمستر قال لي طالما طلب اوربيتالات امسك الاخير وابص عليه اهو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b3 يبقى 2 و2 4 6 10 2 12 3 15. يا مستر البي 3 اوض، قاعدة هوند لسه شرحنا فرادة. عنده كام واحد نصف ممتلئ؟ هو عايز عدد الاوربيتالات النصف ممتلئة 3 يا مستر. طيب هنا بقى عايز عدد تأكسد الكروم في المركب ده كله، وخلي بالك من الفكة بتاعته، المركب يبان معقد جدا بس احنا نمشي معاه بالراحة. تعالى يا مستر، هنا 2 ألمونيوم اهو، هكتب كل عنصر وجنبه علامة زائد. خلي بالك اوعى تقول 2 كروم لان ده مضروب في 3، بقت 6 كروم زائد كم اكسجين؟ 3 في 7 21 او، كل ده بصفر. ماشي، ليه بصفر؟ ما هو مش شايل شحنه يا صاحبي. يلا الالومنيوم معروف بموجب 3، 2 في 3 ب6 اهو، زائد 6 كروم بيساوي سالب 2 في 21، يبقى اهو زائد سالب 21 اهو في 2، 21 في 2 ب 42 بإشارة سالبة، كل ده بيساوي صفر. شقلب واقلب يبقى الستة كروم سالب 42 يبقى موجب 42 زائد 6 يبقى ناقص 6، يبقى إذا 6 كروم بيساوي 42 ناقص 6 ب 36. هنقسم على الستة، هنقسم على الستة، يبقى الكرومة الواحدة بموجب ايه؟ 6. يبقى خلي بالك وانت بتفك لو في حد مضروب في رقم عوض عنه. طيب عدد الأوربيتالات النصف ممتلئة في منجنيز موجب 2 يساوي اكس، بينما عدد الأوربيتالات الممتلئة في ذراته بيساوي واي. ما العلاقة بين اكس وواي؟ السؤال هنا سؤال خطير جدا جدا جدا. ركز معايا بقى وشوف. هو بيقول لك ايه؟ النصف ممتلئة في منجنيز موجب 2. هنا هو بيقول لك ان المنجنيز ب 25، ارجون 18 فور اس 2 3 دي 5. موجب 2 معناه ان انا بفقد من الاس. طيب عدد الاوربيتالات نصف ممتلئة، قلت له دي عندها 5 اوض، كل واحد هيبقى فيه واحد، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى عنده 5 مفرد. بص بقى في ذرته، قلت له طب ما ذرته مش هيتشال فيها حاجه، هتبقى منجنيز 25 ارجون 18 فور اس 2 3 دي 5. المستر قال لي بص على الاخير ووزعه عشان تعرف في نصف ممتلئ ولا لا. اهو 1 2 3 4 5. ايه ده يا مستر؟ ده هي ايه؟ فعلا هنقول هنا ان اكس بتساوي واي. طيب هنا ما كتلة كي ان او 3 اللازمة لإنتاج 3.1 في 10 أس 23 مولكيول من غاز الأكسجين. إيه ده مستر؟ مادة ولا مادتين؟ مادتين على طول، ما استناش علاقة. 2 كي ان او 3 خلاص بيطلع اوتو، هنا عايزه كتلة، هنا حجم، عفوا هنا مش حجم، لا هنا جزيء، هنا عايزه بالجزيء. طيب يا مستر هنا كتلة، يبقى هنعوض 2 في كتلة الراجل ده، كي ان او 3 39 زائد 14 زائد 3 في 16 ب 48،
يبقى هنعوض عنها خلاص ونشوفها هتطلع معانا بكام. 48 زائد 14 زائد 39 هتطلع ب 101. خلاص 48 زائد 14 زائد 39 طلع ب 101. هنا جزيء يبقى تعوض على طول بافوجادرو، ده اللي انا عارفه. طب انزل للسطر الثاني، عايز كتلة كي ان او 3 س اللازمة لإنتاج 3 علامة 01 في 10 أس 23. هنعوض طرفين في إيه؟ في وسطين، صاحب السين دايما في المقام. يبقى 2 في 101 في 3 علامة 01 في 10 أس 23 على 6 علامة 02 في 10 أس 23. هتطلع الإجابة ألف ب 101. السؤال اللي بعده، عنصر اكس يعتبر من العناصر ايه؟ قلت له وزع واعرف. اكس 21 توزيعه ارجون 18 فور اس 2 3 دي 1. 3 دي 1 يبقى دي، يبقى ده عنصر انتقالي رئيسي. انتقالي ايه؟ رئيسي. طب في الدورة الرابعة ولا في الدورة الخامسة؟ قلت له الدورة اكبر رقم يسبق الاس، يبقى انتقالي رئيسي في الدورة الرابعة. مين أعلى المركبات الآتية صفة حامضية؟ الصفة الحامضية هي الصفة المميزة جدا جدا جدا. ليه يا مستر؟ قال لي لأن هي الصفة الوحيدة اللي عندنا في المنهج بتزيد في الدورة وبتزيد في المجموعة. طب ليه يا مستر؟ تعالى أفهمك. الصفة الحامضية بتزيد في الدورة، تزيد دورة وتزيد مجموعة. طيب الصفة الحامضية دي مرتبطة بإيه يا مستر؟ الحامضية معناها عدد ايونات الهيدروجين الموجبه. كل ما يكون عندك هيدروجين اكتر، طلع هيدروجين اكتر، فبتكون حامضي. طب في الدوره ماشي بتزيد، ليه بقى في المجموعه بتزيد؟ ما هو الصفه الحامضيه بتزيد في الدوره بسبب زياده الصفه اللافلزيه، لان اللافلزات هي اللي بتكون الاكاسيد الحامضيه والاحماض. انما بقى تعالى في المجموعه، فلور، كلور، بروم، يود. ازاي الصفه الحامضيه بتزيد هنا؟ قال لي بسبب زيادة نصف القطر. مع زيادة نصف القطر هيسهل تحرر أيونات الإيه؟ الهيدروجين. فبالتالي فلور، كلور، بروم، يود هتلاقي من أقواهم اليود. ليه؟ لأنه أكتر واحد هيحرر أيونات الهيدروجين، لأن حجمه كبير فسيطرته على الإتشاب بتاعته قليلة. خلاص؟ طيب عنصر ينتهي توزيعه الإلكتروني بالمستوى الفرعي 3d6، يكون عدد الإلكترونات في المستوى الرئيسي قبل الأخير بكام؟ خد بالك من الحتة دي كويس، وبيقول لك 3d6 ماشي. قلت له 1s2 ده المستوى الأول اللي هو k، 2s2 و2b6 ده المستوى الثاني، خلي بالك 3s2 3b6 ايوه 4s2 3d6. قلت له تمام. انت عايز المستوى اللي قبل الاخير. خد بالك برضو عشان هنا مبدأ البناء التصاعدي بيضحك عليك دايما في السؤال ده، شبه السؤال بتاع النيكل 28. قلت له ايه؟ انا بقول لك المستوى قبل الاخير، يعني انت عندك كي ال ام ان، لان احنا وصلنا للمستوى الرابع. انا عايز اللي قبل الاخير اللي هو في اس وبي ودي، بس قبلهم 3. يبقى انا عايز 3 اس اللي هي ب 2 و3 بي اللي هي ب 6 اهو 2 و6 8 و3 دي اللي هو ب 6، يبقى المجموع كله كام؟ 14. خلاص؟ طيب خد بالك منها، النقطة دي مهمة جدا. ليه يا مستر أنا جمعت دول بس؟ لأنه عايز عدد الإلكترونات في المستوى قبل الأخير اللي هو في الدور الثالث مش في الرابع، لأن 4S في المستوى الرابع. طيب السؤال اللي بعده، أول من فسر الطيف الخطي طبعا بور، حتى أخذ عليه جايزة نوبل يعني. طيب من المعادلة الغير موزونة ماشي، ام جي اي جي ان او 3 اي جي ام جي ان او 3 باي 2. ركز معايا كده في السؤال الحلو ده، بيقول لك ايه بقى؟ معادلة نصف تفاعل الاختزال الموزونة. تعال نشوف. هنا ام جي كان صفر صح؟ اهو ام جي
طلع MgNO3 باي 2. هنا كان صفر عشان عنصر. طيب دي بسالب 1 اهو، بس في منها 2. سالب 1 في 2 بسالب 2، اذا الاكسجين بقى بموجب 2. يبقى حصل له عمليه اكسده، اذا الايه؟ المغنيسيوم عامل مختزل. قلت له ماشي، تعال نشوف. خش على اللي بعده. بالنسبه للفضه كانت AgNO3، طلعت Ag فقط، يبقى طلعت بصفر. هنا دي يا مستر عارفين بسالب 1، يبقى هنا موجب 1. يبقى إذا هنا حصل عملية اختزال. تعالوا بقى نشوف معادلة نصف تفاعل الاختزال الموزونة Ag زائد إلكترون. قلت له طب بص كده بعد إذنك، أما المغنيسيوم حطهم قصاد بعض، مغنيسيوم كان صفر بقى مغنيسيوم موجب 2، خلاص يبقى إذا فقد 2 إلكترون. وهنا كانت فضة Ag، خلاص هتختزل بإلكترون اهو وتتحول الى فضه. بس خلي بالك يا مستر هنا مش موزونه، الوزن ايه؟ هنا في 2 الكترون هنا 1، يبقى هنضرب المعادله دي في 2 اهو 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 اهو. اذا الاجابه الف، المعادله هنا مش موزونه. المعادله الايونيه الكليه Mg اهو. طب يا مستر فين الام جي اللي طلعت؟ ما طلعتش هنا، يبقى ما ينفعش. ايونات الفضه وايونات النترات هي الايونات المتفرجه؟ طبعا غلط. طب يعني هو ايه اصلا يعني ايونات متفرجه؟ ايونات متفرجه يا بابا يعني زي ما دخلت زي ما خرجت، زي النترات دخلت بسالب 1 خرجت بسالب 1، اذا هي متفرجه، ولا شاركت لا في اكسده ولا في اختزال. طب هل دي المعادله النهائيه؟ يا مستر هنا كان Mg اهو و2 Ag اهو، تمام، طلع 2 Ag صح اهو، وام جي موجب 2، اذا الاجابه د. اذا الاجابه ايه؟ د. طيب السؤال 11 بيقول لي ايه؟ اقوى القلويات الاتيه، اقوى واحد في الصفه القلويه. لو بصيت عندك هتلاقيهم بالترتيب كده في الجدول الدوري. الليثيوم في الدوره الاولى، ماشي، ده في الدوره الاولى بتاعته، وهنا البوتاسيوم ده في الدوره اللي بعدها رقم 4، ماشي. مين بعدهم؟ مغنيسيوم وكالسيوم. خلي بالك اقوى القلويات مين اقوى واحد؟ الصفه القلويه كده بتقل كده بتزيد، يبقى بتقل في الدوره وبتزيد في المجموعه. يبقى هنا بتقل في الدوره وبتزيد في ايه؟ في المجموعه. كده اقل كده اقل كده تزيد، يبقى كي هو اقوى واحد فيهم. اقوى قلويات هو الكي او اتش. اقوى واحد فيهم هو مين؟ الكي او اتش. طيب تتميز الفلزات الواقعه في بدايه كل دوره من الدورات بما يلي. بص يا صديقي، جمع كل الخواص في جزئيه واحده، كده دوره كده مجموعه. تعال نتناقش فيه مع بعض. في الدوره احفظ المخطط ده يا باشا، اي سؤال في الامتحان هتحله. مين بيقل ومين بيزيد؟ اللي بيقل يا صديقي سجل عندك الكلام ده، نق، والصفة الفلزية والقاعدية. مين بيزيد؟ ميل، جهد، سالبية، لا فلزية، حامضية، وشحنة فعالة. كل ده بيزيد في الدورة. طب تعالى اعكس بقى الكلام وطبقه على المجموعة. مين بيقل؟ مين بيزيد؟ مستر هنعكس كله بس ركز في واحدة بس. مين بيزيد؟ نق، فلزية، قاعدية، والبابا بتاعت اللعبة الحامضية اللي بتزيد دورة مجموعة. مين بيقل؟ ميل، جهد، سالبية، لا فلزية، خلاص، شحنة فعالة. طيب طب بقى الكلام ده، تتميز الفلزات الواقعة في بداية الدورة. هل صغر حجمها الذري يا مستر ازاي؟
ده في البدايه نصف القطر بيكون كبير وبعد كده يقل. كبر جهد تأينها، لا الصفه الفلزيه وجهد التأين علاقه عكسيه. كبر سالبيتها برضو غلط. صغر جهد تأينها صح، لان هنا انت لو جيت بصيت للصفه الفلزيه وبالنسبه لجهد التأين او بالنسبه للميل علاقه عكسيه. طيب عدد تأكسد الصوديوم في فوق اكسيد الصوديوم، فوق اكسيد الصوديوم اللي هو Na2O2. هنا معروف الاكسجين في الحاله دي اسمها فوق الاكسيد بيكون بايه؟ بسالب واحد. عوض يا مستر. هنا 2 صوديوم زائد 2 اكسجين كل ده بصفر. هنا بسالب واحد. سالب واحد في 2 بسالب 2، يبقى الاتنين صوديوم بيساووا موجب 2. يبقى ذرة الصوديوم الواحدة بموجب واحد اهو. خلاص؟ لازم هنا تكون حافظ ان عدد تأكسد الاكسجين في الفوق اكسيد، في الفوق اكسيد الاكسجين بسالب واحد. طيب اي مما يلي يعبر عن هذا التفاعل من حيث الاكسده والاختزال؟ السؤال ده حلو جدا. بص يا بابا، في نوعين من التفاعلات دخلوا عليك جديد السنه دي، اللي هو ايه؟ تفاعلات اسمها عدم التناسب والتناسب المشترك. ايه الفرق ما بين عدم التناسب والتناسب المشترك؟ بص يا مستر، عدم التناسب وهنا التناسب المشترك. عدم التناسب واحد يدي اتنين، التناسب المشترك اتنين يدي واحد. تقولوا ايه الهبل ده يا مستر؟ احنا هنلعب؟ انت بتقول لي خطه كوره؟ لا يا صديقي والله. عدم التناسب واحد يدي اتنين، تناسب مشترك اتنين يدي واحد. انت مش فاهم اي حاجه. بص كده قدامك على التفاعلين اللي انا هكتبهم. H2O2 هيطلع H2O زائد O2. قلت له ايه؟ اهو واحد طلع اكسجين مرتين، فده اسمه عدم تناسب. طيب ايه بقى التناسب المشترك؟ H2S زائد SO2 طلعوا لي 3S زائد شويه ميه. ايه ده؟ ده عنده اس وده عنده اس، طلعوا واحده. يبقى تاني، عدم التناسب مركب يطلع مركبين بيحتووا على نفس العنصر بتاعه. خلاص؟ طب التناسب المشترك مركبين بيشتركوا في نفس الايون وهما الاثنين بيطلعوا. خلاص؟ طب تعال نشوف، واحد بيدي اتنين ولا اتنين بيدي واحد؟ ده اتنين بيدي واحد، يبقى ده تناسب مشترك اهو. خلاص؟ طيب عدد تأكسد الكبريت، تعال نشوف. هنا والله مستر H2S و SO2، يلا نعوض عنه على جنب كده. 2H زائد S بيساوي صفر. هنا ال H بموجب واحد، يعني S بتساوي سالب 2. ما هو 2 في 1 ب 2. توديها الناحية التانية بعكس الإشارة. بص بقى على التاني، يبقى هنا سالب 2. SO2 يبقى S زائد 2 O بصفر، ده بسالب 2. يبقى S زائد سالب 4 بصفر، يبقى S بموجب 4. طيب أنت هنا تناسب مشترك، عايز عامل مؤكسد. أعرف منين عامل مؤكسد؟ أكبر شحنة موجبة. خلاص؟ طب العامل المختزل، أقل شحنة موجبة أو في الشحنات السالبة. يبقى التفاعل تناسب مشترك والإس بموجب 4 صح. طيب نفاذ معظم جسيمات ألفا، يعني معظم جسيمات ألفا عدت، ده بيدل على إيه؟ بيدل على إن الذرة معظمها إيه؟ فراغ. أي المستويات الفرعية الآتية هو الأقل طاقة؟ بعرف منين؟ إن زائد ال. ان ده الرقم اللي قبله. طب ال، ما احنا قلنا الشقق اس بي دي 0 1 2 3. ان بكام هنا؟ ب 2. ال للبي بواحد، يبقى ده طاقته ب 3. ها ان بكام؟ ب 3. ال للبي بواحد، يبقى ده طاقته ب 4. ان بكام؟ ب 4. ال للاس بصفر، يبقى طاقته ب 4. 3 دي اهو 3 زائد 2 يبقى طاقته ب 5. اقل طاقه هنا 2 بي. طيب
إذا كانت أعداد الكم للإلكترون الأخير في أحد المستويات الفرعية هي القيم الآتية، فإن عدد الإلكترونات التي يوجد بها هذا المستوى الفرعي يساوي إيه؟ بص، إن ب4 ماشي، اللي ب2 يبقى 4 دي، ام اللي ب0 قلت له افرض القوات بتاعتك اهو، عوض. بناخدها طبعا، قلنا مع بعض ان السالب للموجب، وهو ب2 سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2. طيب هو بيقول لك ام ال ب0 ماشي، بس خلي بالك بسالب نص، اهدى وركز. 1 2 3 ما تقفش، ما هو مستر صفر بس ده موجب يا بابا عشان بص فوق. ها 4 5 6 ها 7 8، هو ده اللي انا عايزه. يبقى 4 دي 8، عدد الالكترونات بيساوي 8. ليه يا مستر 8؟ بالراحه بعد اذنك، احنا اتفقنا ان ب4 اللي ب2 للدين. طب ام اللي بصفر اهو. طب يا مستر ليه ما وقفتش؟ ليه ما قلتش 4 دي 3؟ يا صديقي ما هو بيقول لك سالب نص، يعني لازم يبص تحت، واحنا قاعده هوند قالت لنا كله يبص فوق فرادى، بعد ذلك يحدث الازدواج. طيب قلت له ماشي، خش السؤال اللي بعده. جهد التأين. بص يا بابا، جهد التأين هو مقدار الطاقه اللي انا بكتسبها اما بفقد الكترون. دايما لما يجي لك جهد التأين في جدول بص على القيم. طب انا بصيت ليه 738 1450 مرة واحدة بقى 7000، ده رقم كبير جدا. معنى كده ان الجهد الثالث هيتسبب في كسر مستوى مكتمل. طاقة مش عندي، طاقة مش موجودة عندي لأن الفرق كبير. يبقى إذا الراجل ده تكافؤ بتاعه ثنائي. طيب أما يتحد ده مع الكلور قلت له اكس سي ال، هو ده ثنائي والكلور احادي، يبقى اكس سي ال 2، يبقى الاجابه الف. تاني يا مستر معلش تاني، حاضر يا مستر. هو انا ليه قلت ان ده تكافؤ ثنائي؟ لان يا بابا اما جيت ابص على بعد المستوى الثاني لقيت ان مقدار الطاقه زاد قوي، فده مش مناسب. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه، قول لي عدد تاكسد العنصر اكس، جهد تأينه 900 1600 2900 خلاص 9800. قلت له بس الراجل ده يفقد واحد عادي، يفقد اتنين ماشي، يفقد تلاتة ماشي، عند الرابع لا. يبقى تكافؤه ايه؟ ثلاثي. يبقى لو كان هيتحط مع الكلور كان يبقى اكس مع كلور ثلاثي واحادي، يبقى اكس سي ال ايه 3. فهمت الفكره؟ استخدم العالم رذرفورد في تجربته شريحه من فلز ينتهي توزيعه الالكتروني بالمستوى الفرعي. كده حضرتك محتاج ان انت تستخدم الجدول بتاعك. هو هنا بيتكلم عن الذهب، هتوزع الذهب وتشوف توزيعه بينتهي بايه. خلاص. ماذا يحدث للفراغات بين المستويات عند الانتقال من n ب1 الى n ب4؟ يا صديقي كل ما بنبعد الفراغات بتبتدي تقل اهو، المسافات بتبتدي تقرب معايا. يبقى ماذا يحدث للفراغات بين المستويات عند الانتقال من n ب1 الى n4؟ كل ما بتطلع الفراغات ما بيننا بتبتدي تقل، بتبتدي ايه؟ تقل. طيب اجب عن الاسئله المقاليه الاتيه. بص يا بابا، هنا بيقول لك ما العامل المحدد؟ ما العامل ايه؟ محدد. ماشي. للتفاعل عند خلط كذا مع كذا. اول ما تشوف مساله عامل محدد اجري بص على المتفاعلات. عندك كم متفاعل؟ قلت له 2، يبقى بس تقسم صفحتك جزئين اهو، جزء تحط فيه المتفاعل الاول وجزء تحط فيه المتفاعل الثاني. عندك كم ناتج؟ قلت له ناتجين، قال لي اختار واحد فيهم. يبقى هنا CO2 يبقى هنا CO2. تاني اما يتكلم عن مساله عامل محدد قلت له تمام، هتحط المتفاعل الاول والمتفاعل الثاني كل واحد في جنب،
وتختار مع الاتنين ناتج واحد عشان ينفع اقارن ما بينهم. ما ينفعش اجي اقول لك ايه مثلا، انا معايا 100 جنيه وانت معاك 10 دولار، مين اكتر؟ قلت له مش هينفع اقارن اصلا لان دول حاجتين مختلفين. فانا هنا يا بابا اما اجي اقارن بختار للمتفاعل الاول والمتفاعل الثاني نفس الناتج واشتغل عليه. طيب تعال نعوض. قلت له ماله، شوف انت عايز تعوض عن الميثان اهو، كتله طبعا، يلا بس لا تعوض بهنا تعوض بهنا، ماشي مشيها بقى هنا زي ما تمشيها، ماشي. سي اتش 4 ب 16 جرام، يا مستر جت منين؟ خلاص بقى مستر، 12 بتاعت الكربون زائد 4 هيدروجين 1 في 4 يبقى ب 16. طلعوا عوض عنه هنا زي ما انت عايز. عايز تعوض عنه الكتله، عايز تقول 1 مول، خلاص انا ما عنديش مشكله. طيب هو بيقول لك 8 جرام من الميثان يساوي س مول، طرفين في وسطين، 8 في 1 على 16، فالراجل ده طلع نص مول. اجري الناحيه الثانيه. قلت له ماشي، O2 يعني 16 في 2 يعني 32 مضروبه هنا في 2 يبقى كل 64 جرام. بيطلع كام مول؟ 1 مول. طب يا ترى هو مديني قد ايه اكسجين؟ 16 جرام، س مول. هنا 16 في 1 على 64 هيطلع بربع مول. ايه ده يا مستر؟ العامل المحدد هو اللي بيطلع كمية أقل، إذا العامل المحدد هنا هو الأكسجين لأنه طلع عدد مولات أقل. في حد تاني يقول لي أنا عايز أعملها كتلة، أقول له براحتك، هتعوض عن ده ب 44 جرام وهنا برضه ب 44 وهتشتغل عادي جدا. طيب وضح بالمعادلة الكيميائية الموزونة التي تؤكد أن أكسيد الألمنيوم أكسيد متردد. طيب أنا عندي أكتر من معادلة، مثلا ممكن نجيب أكسيد الألمنيوم أهو مع الصودا الكاوية اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. قلت له بس مش ده فيه او اتش يعني ده قلوي، إذا هو هيقوم بدور الحمض ويطلع لك نا الو 2 اللي هي ميتا ألومينات صوديوم وشوية مية، خلاص، والمية بتاعتي. خلاص ركز في الجزئية دي كويس جدا 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 جدا. طبعا اوزن معادلتك اهو، خلاص، وهتعوض عنها وتوزنها. ماشي يا مستر؟ قلت له مفيش مشكلة، ادي وزن المعادلة. طيب بص يا مستر، قال لي بعدين فسر ليه HNO3 عامل مؤكسد بينما NH3 عامل مختزل. تعال نشوف. HNO3 عامل مؤكسد، ليه ده عامل مؤكسد وليه ده عامل مختزل؟ قلت له تعال نشوف. عوض، فك وعوض اهو. ادي اتش ماشي زائد واحدة ان زائد 3 او، كل ده بصفر. يلا ده بسالب 2 وده بموجب 1 يبقى 1 اهو زائد ان زائد سالب 2 في 3 بسالب 6، كل ده بيساوي صفر. ودي الناحية التانية بعكس الإشارة، سالب 6 يبقى موجب 6، موجب 1 يبقى سالب 1، يبقى الN بموجب 5. خلاص؟ عامل مؤكسد لأن العدد التأكسد كلما زادت القيمة الموجبة بقى العامل مؤكسد أهو. N زائد 3H بتساوي 0، يبقى N ده بواحد، 3 في 1 ب3 يبقى الN هنا بتساوي سالب 3، يبقى إذا فعلا ده عامل مختزل. وضح التوزيع الإلكتروني للعنصر X24 وما عدد الأوربيتالات بتاعة المستوى الرئيسي الأخير، وهنا في تركاية، وبرضه التوزيع ده توزيع الكروم 24 حالة شاذة، أرجون 18 4S1 3D5. قلت له تمام. هو بقى عايز ايه؟ عايز عدد الأوربيتالات، ماشي، المشغولة بالإلكترونات في المستوى الأخير. تلاقي الناس تجري تروح ل 3 دي، أقول لك يا باشا المستوى الأخير 4S 4S 4S،
عنده اوربيتال واحد وفعلا مشغول. يبقى اذا هنا انا بتكلم عن اوربيتال واحد اهو. ليه؟ لانه قال المستوى الرئيسي الاخير اللي هو الدور الرابع، انما 3 دي ده في الدور الايه الثالث. في نموذج 3 بيقول لي مين الايونات المتفرجه. احنا اتفقنا ايونات متفرجه يعني عدد التاكسد بتاعها مش هيتغير في التفاعل. طب تعال نشوف. هنا الصوديوم كان بموجب واحد، طيب خرج بكام؟ برضه خرج بموجب واحد. طب تعال بص على الكلور، كان بكام؟ سالب واحد. خرج بكام؟ سالب واحد. يبقى قيمهم ما اتغيرتش، يبقى فضلت زي ما هي. يبقى الايونات المتفرجه زي الكلور وزي الصوديوم. السؤال اللي بعده، يتحد اكس لتر من العنصر الغازي A مع 2 اكس لتر من غاز الهيدروجين لتكوين 2 اكس لتر من هيدريد العنصر A. ما صيغه العنصر A؟ عايز الصيغه بتاعت هيدريد العنصر A. هو بيقول لك ايه؟ يتحد اكس لتر من ايه اهو، ادي ايه مع الهيدروجين H2. خلاص، هيطلع ايه؟ تعال نشوف مع بعض. هو قال لك ان العنصر ده صيغته اكس والهيدروجين مع 2 اكس اهو 2 اكس لتكوين 2 اكس لتر من هيدريد العنصر يعني H2A. يبقى اذا الصيغه بتاعت هيدريد الفلز ده او هيدريد العنصر ايه؟ H2A. طيب سؤال رقم 3، مفتاح حل لغز التركيب الذري. مين اللي حل لغز التركيب الذري؟ قلت له طيف الانبعاث الخطي. طيف الانبعاث الايه؟ الخطي. طيب النسبة بين طاقتي المستويين ال و ام في الذرة. قلت له بص، كي ال ام ان او بي كيو، ماذا يحدث للطاقة؟ تزداد. يعني طاقة ال أقل من طاقة ام، لأن الطاقة أنت بتقول بتزيد يا مستر. إذا إيه اللي حصل هنا؟ قلت له لا ركز معايا. أنت هتقسم ال مثلا وليكن ده طاقته ب 200 مثلا أو 100 أهو، ده ب 100 ده ب 200 ده ب 290. فأنت هتقسم ال على ام يعني صغير على كبير، فلازم النسبة تكون أقل من الإيه؟ من الواحد. يبقى طالما أنت هتقسم قيمة صغيرة على قيمة كبيرة هتبقى أقل من إيه؟ من الواحد. طيب السؤال 4، يعتمد مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج على شحنة النواة، شحنة الإلكترون، كتلة النواة، ولا ميكانيكا الكم؟ طبعا مبدأ عدم التأكد بيعتمد على ميكانيكا الكم. ظهور أكثر من طيف خطي في تجربة بور، يعني مثلا الهيدروجين طلع 4 أطياف، ده معناه إيه؟ معناه إن في أكتر من مستوى طاقة، وإلا ما كانش بور قال لي أنا عندي 7 مستويات طاقة. عدد الإلكترونات ده طبعا سؤال مكرر. مستوى فرعي، شكرا، ها شكرا شكرا. يبقى هنا 2 في 2 ال زائد 1. العنصر X ينتهي توزيعه ب NS1 N ناقص 1 للدي. ارجع للفيديو بتاعنا الاساسي بتاع الباب الثاني عشان تفهم ان ناقص 1، لان انت لو لقيت 4S هتلاقي وراه 3D. لازم رقم الدي يقل عن اس بواحد وتتوزع الكتروناته في 5 مستويات طاقه رئيسيه. قلت له بص، في اجابتين مستبعدين، دي ودي. طب ليه يا مستر؟ اقول لحضرتك ليه. لان انت لو وزعت ال 29 اهو، وزعت 29 ارجون 18 4S1 3D 10، دول الحالات الشاذه اللي انا اديتهم لك. يا مستر ده 10 47 نفس الكلام، بس 47 هيبقى ايه؟ كريبتون 36 5S1 3D 10. خلاص، يبقى اذا الاجابه ما بين 24 و 42. طب هو عايز 5 مستويات طاقه، يبقى اذا الاجابه هنا ج. هتوزع هتلاقي كريبتون 36 و 5S1 و 4D 5، يبقى اذا 5 مستويات. عدد الالكترونات التي لها عدد الكم الرئيسي ان بتساوي 3
في ذرة الحديد اف اي 26. مستر الفكرة دي خلاص احنا فهمناها. اف اي 26 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 خلاص 4 اس 2 3 دي 6. قلت له ايه؟ انا عايز كل الالكترونات اللي في الدور الثالث. ادي اهو 1 2 3 2 و6 8 و6 14. يبقى اذا الاجابه هنا هتكون ج. طيب خش على السؤال اللي بعده. مديني تفاعل ماشي، بيقول لي مع عدد مولات KClO3 اللازمه لانتاج 144 لتر من غاز الاكسجين. خلاص يا اسطى، الماده دي مش هتتحل بالقوانين، دول مادتين هتتحل بالعلاقه ما بين مين ومين. اهو 2 KClO3 قصادها 3O2. طب انت عايز ايه؟ عدد مولات. طب هنا عدد مولات اهو. طب هنا عايز ايه؟ هنا حجم باللتر اهو، لتر. السهم الاول اللي انا عارفه، السهم الثاني اللي انا مش عارفه. عدد المولات يعني الرقم اللي قبلي اهو 2 مول. هنا 3 في RTB يبقى 24. طيب هو عايز عدد مولات هنا، يبقى س في كام؟ 144 لتر، طرفين في وسطين. صاحب السين ينزل تحت اهو 3 في 24، هنا 2 في 144. هيطلع ب4 مول. طيب إذا كانت أعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير في ذرة عنصر هي كالآتي، فإن هذا العنصر ماشي إن بواحد يعني الدور الأول، اللي بصفر اس. طيب ام اللي بصفر ماشي، احنا في الأوضة أهو بسالب نص، يعني باصص تحت 1 اس 2 ده غاز خامل اللي هو الهيليوم اهو، يبقى غاز نبيل. المعادلة الصحيحة التي قد تمثل الميل الإلكتروني لعنصر يقع في العمود ال 18. خلي بالك عشان ده غاز خامل فميله هيبقى صعب جدا. أولا معادلة الميل أهو، أنا عنصر M، عشان خلي بالك أكتسب الإلكترون وأتحول لأيون سالب هدفع لك إنرجي طاقة، وطبعا دلتا اتش هتكون بالسالب لأن أنا هفقد. طيب أنا مش عايز الإلكترون بره أهو، أنا عايز الإلكترون جوه. طب أنهي واحدة يا مستر؟ خلي بالك هنا ده غاز خامل فمش هيفقد الإلكترون إلا ما ياخد الفلوس بتاعته، ياخد الطاقة بتاعته. يعني يا مستر هنا الإجابة هتكون ب. يبقى الغاز الخامل مش بروح له هات إلكترون لو سمحت تفقد، يقول لي لا 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 أنا مستقر. عشان أفقد أنت مضطر تدفع لي الطاقة اللي أنا عايزها. تدفع لي الطاقة اللي أنا إيه؟ عايزها. إذا يا مستر أنا هدفع الطاقة وأحصل على الإلكترون. أي ما يلي يعبر عن التفاعل المقابل. بص كده الأكسجين أهو طلع هنا وطلع هنا، 1 ادى 2 1 ادى 2 يبقى ده عدم تناسب. طيب أكسدة واختزال ولا اختزال فقط؟ قلت له هنا يا مستر كان KO2 KO2 ماشي. تعال نشوف ايه اللي حصل. يبقى K زائد 2O بصفر، خلاص الكي بموجب 1 يبقى الاتنين O بسالب 1 يبقى الأو بسالب نص. خلاص طلع H2O2 وطلع O2. طيب من سالب نص لأو اللي هو بصفر، ايه ده يا مستر؟ ده عملية أكسدة. طب هنا من سالب نص إلى ده بموجب 1 1 في 2 ب2 يبقى الاتنين أكسجينة بسالب 2 يبقى الأكسجينة بسالب 1. يبقى إذا يا مستر من سالب نص لسالب 1 يبقى حصل اختزال، يبقى هنا عدم تناسب في أكسدة وفي اختزال. طيب ما حجم محلول حمض الكبريتيك 18 مللي
يبقى دي M1. اللازمة أو المستخدمة في تحضير 2.3 لتر من حمض الكبريتيك، أدي M2، وأدي بيحضر قد إيه؟ يبقى V2. طيب أنت عايز إيه؟ ما حجم حمض الكبريتيك المستخدم في تحضير 2.3 لتر؟ قلت له تعالى نشوف. M1 V1 عشان دي مسألة تخفيف بتساوي M2 V2. طيب ماشي. M1 بكام يا مستر؟ ب 18 مللي في اهو مولر. V1 بتساوي M2 ب 145 من 1000 في 2.3 لتر. عوض V1 ده مضروب يروح الناحية التانية اسمه، يبقى 145 في 2.3 على 18 اهو. تعوض على الآلة عندك. طيب طلع اهو علامة عشرية 0.185. طب الرقم ده مش موجود لأن ده باللتر. طب حولها بملي يبقى اضرب في 1000. طلع ب 18.53 ملي. يبقى هنا باللتر اضربها في 1000 عشان احولها لملي. الايونان A موجب 2 وB سالب 2 لعنصران يقعان في الدورة الواحدة. أي مما يعبر عن العلاقة بين عنصري هذين الأيونين من حيث السالبية. قلت له طيب تعال نشوف. بالنسبة للعنصرين A و B، A بالموجب ماشي وB بالسالب ماشي، يبقى إذا A موجب 2 وB سالب 2 ماشي. طيب ده بيدي أيون موجب يعني فلز، يعني أقل سالبية. ده أيون سالب يعني لا فلز يعني أكبر سالبية، لأن الخاصية اللافلزية والسالبية علاقة طردية. هو بيقول لي مين أكبر سالبية؟ قلت له أكيد بي. بي أكبر سالبية من إيه؟ أهو. طيب التوزيع الإلكتروني لأيون المنجنيز في MnO2 ينتهي بالمستوى الفرعي إيه؟ السؤال ده جميل قوي. ليه؟ لأنه هنا جايب أعداد التأكسد خلاص، وجايب كمان التوزيع. فهنا Mn زائد 2O بتساوي 0. يبقى إذا Mn سالب 2 في 2 بسالب 4. يبقى Mn كان بموجب 4. خلاص. وزع بقى. منجنيز 25، أرجون 18، فور S2 3D 5. مش هفقد 4. أول حاجة أفقد من S. إحنا بنفقد من فين يا مستر؟ من S. بعد كده افقد من هنا 2 يبقى 3 دي 3. خلاص. يبقى اذا هنا السؤال ده جميل جدا لانه جاب ربط اعداد التاكسد بالتوزيع. انا وزعت المنجنيز كاني بقول لك وزع ايون منجنيز موجب 4 بس. خلاص. طيب العنصر الذي يكون التوزيع الالكتروني لمستوياته الخارجيه. قلت له بس المستر لسه قايل الفكره دي. اف ودي من طول ما الدي فيها واحد كان هيبقى انتقالي داخلي. هنا الدي فيها اكتر من واحد خلاص، عنصر انتقالي رئيسي. ما تكملش. طيب حته الجهود دي احنا لسه شايفينها. مستر الاول عادي، الثاني عادي، الثالث كبير جدا، فان عدد الكترونات التكافؤ بتاعته هي موجب 2. طيب خش السؤال اللي بعده. بيقول لي العنصران اكس وواي يقعان في نفس الدوره، وطول نصف القطر لكل منهما اكس ب 15.7 بيكومتر، واي ب 104 بيكومتر. طيب قلت له ماشي يا مستر، هما الاثنين في نفس الدوره، وانا عارف ان احنا في الدوره نقة ال صح؟ قلت له اذا واي ثم اكس. ماشي. طيب ماشي يا مستر، انا كده عرفت الواي وعرفت الاكس. ايه اللي هيحصل بقى عندما يتحد العنصران معا؟ هتلاقي ان واي ده لو افترضنا انه في بدايه الدوره فده هيبقى فلز، فيحصل له عمليه اكسده نتيجه الفقد. طيب بالنسبه لاكس، لا يا مستر ده لا فلز، فيحصل له عمليه اختزال. فهتلاقي ان اكس بيتاكسد لا، كلاهما يختزل كلاهما يتاكسد لا، اكس يختزل صح،
بينما واي يتأكسد. يبقى 19 إجابته ج. مستعينا بالجدول المقابل قم بالترتيب تبعا للسالبية الكهربائية. خلي بالك هو بيقول لك هنا A -1، هنا B -2، هنا C، هنا D. طيب أرجون 18 4s1 يعني 19 ده البوتاسيوم، 10 و1 يبقى ده الصوديوم Na11. طيب هنا نيون 10 -2، وهنا نيون 10 -1. -1 دي معناها ان هو اكتسب الكترون، فده معناها ان هو الفلور 9. طب هنا نيون 10 -2 معناها ان هو الاكسجين 8. خلاص. طيب يقول لك مستعينا اكبر سالبيه بلا نقاش هيبقى الايه. ازاي يا مستر؟ اعلى سالبيه الفلور. يبقى اذا الايه اكبر واحد، يبقى الاجابه الف. خلاص. السؤال اللي بعده سؤال حلو جدا، بيقول لي احسب الصيغه الاوليه لهيدروكربون. طيب العينه دي بيقول لي كتلتها 1.5 جرام، تحترق في وفره من غاز الاكسجين مكونه 4.4 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون و2.7 جرام من الميه. هنا هنفترض ان انا الهيدروكربون صيغته CXHY لازم يحترق في وجود الاكسجين لانتاج ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه. حلو. قلت له ماشي. طيب انا هبتدي بقى اعرف نسبة الكربون اللي في ثاني اكسيد الكربون ونسبة الهيدروجين اللي في المية. طيب تعال نشوف. انا اعرف اجيب الكتلة المولية لده ب 44 جرام. طب والكربون ب 12 جرام. طيب هو في معلومة عن ثاني اكسيد الكربون 4.4 جرام، هنا س. يبقى انا اقدر اجيب كتله الكربون. يبقى انا جبت كتله الكربون ازاي؟ عملت علاقه ما بين الكربون وثاني اكسيد الكربون الذي يحتوي على الكربون اهو. 12 في 4.4 على 44 هيطلع الكربون ب 1.2 جرام. بص على الهيدروجين، الميه H2O ب 18 جرام اللي هي الكتله الموليه، هتطلع 2 جرام. ليه 2 جرام جت منين؟ ما هو الاتش بواحد، 2 في 1 ب2. طب هو مديني معلومة عن المية 2.7 جرام، يطلعوا س. يبقى إذا 2.7 في 2 على 18 هيطلع الهيدروجين ب3. طيب نبتدي بقى نشتغل المسألة بتاعتنا. هنا كربون، هنا هيدروجين، هنا 1.2، هنا 3. عدد المولات كتلة المادة على الكتلة المولية أهو، كل واحد هنقسمه على كتلته. 1.2 على 12. طلع الكربون ب1 وده ب3. هنجيب النسبة ازاي؟ اقسم على الأقل، هنا على 1 وهنا على 1. يبقى 3 على 1. هيطلع الكربون ب1 والهيدروجين ب3، يبقى المركب صيغته CH3. يبقى تاني يا مستر، لو جاب لي مسألة متلخبطة كده شوية وملعبكة زي المسألة اللي قدامي دي، بعمل ايه؟ قلت له والله انت عايز كربون وهيدروجين، هو بيقول لك هيدروكربون. اول ما تشوف كلمة هيدروكربون يعني يحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين. حلو؟ قلت له طيب هشوف الكربون اللي في ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين اللي في الميه واعوض عنه. طيب زد ان يحصل له عمليه اكسده، يبقى زد ان او يتحد مع الاكسجين، اكسيد متردد. طيب يتحد مع واي ويتحد مع زد. طيب اما يتحد الزد ان او مع ان اي او اتش هيطلع ايه؟ قلت له يا مستر ده قلوي، يبقى ده هيتفاعل كحمض، يبقى Na2 ZnO2 وميه، يبقى ده بيعبر عن اكسيد متردد. السؤال الثاني، هل الحمض واي يقوم بدور العامل المؤكسد ام العامل المختزل؟ بيقول لك هل الحمض واي، الحمض ايه؟ واي، اللي هو مين؟ حمض الكبريتيك H2SO4. انت لو جبت زد ان او مع H2SO4 هتلاقيه يطلع لك زد ان اس او 4 وشويه ميه.
بص على الذره المركزيه عشان تعرف العامل المؤكسد والعامل المختزل. قلت له 2 اتش زائد الذره المركزيه اس زائد 4 اكسجين بيساوي صفر. ده بسالب 2 ده بموجب 1. يبقى 2 زائد اس زائد سالب 8 بيساوي صفر. يبقى اس بتساوي موجب 6. عدد تأكسد كبير، يبقى الراجل ده عامل مؤكسد. عامل مؤكسد. طيب وبكده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا خلاص، وحلينا أسئلة مهمة جدا. انتظرونا إن شاء الله في فيديوهات مهمة جدا لليالي الامتحان. أشوفكم على خير.